بص يا جدعان، بامانه المستشار بوخ قوي وبقى يعمل كوارث في النادي وفضايح ما ينفعش سكت عليها. مش عارف ايه اللي بيحصل ده والله يا جماعه، مش عارف إيه اللي بيحصل. بنتغفل تاني في صفقتين بتوعنا، يعني ايه المعارين اللي احنا رجعناهم وفرحانين بيه ونقول صفقاتنا هتغفلنا فيهم. والله يا جماعه فضيحه، والله فضيحه اللي حصل. واحكي لكم اللي حصل دلوقتي. الزمالك اتغفل في صفقتين دلوقتي حالا من المصري بقى. حتى يعني الاهلي بيعلم علينا وكباري وانفاق، وبيراميدز بتخطف الناشئين بتاعتنا، والمصري دخل في السكه، وانبي دخل، والناس يا جماعه يا جماعه الزمالك بيتفضى. والله المستشار اللي بيعمله ان هو بيفضي النادي. بيقول لك المصري رسميا اتعاقدت مع احمد ايمن منصور اللي هو المعار بتاع نادي الزمالك اللي لسه راجع، واحمد عيد الناشئ بتاع الزمالك برضو المعار لسه راجع، اتعاقدوا معاهم ببلاش. شوف الكارثه واصله لايه، ببلاش. يعني هم خدوا اللعيبه كده وما دفعوش ولا جنيه. يعني احنا عمالين نتخانق مع انبي على 3 مليون بتوع احمد عيد، اهو المصري خفنا وخد احمد عيد مننا ببلاش. واحمد ايمن منصور مش عارفين يدخلوا الفريق، اتخلط في النهايه ببلاش. والله يا جماعه فضيحه اللي حصل. واقول لكم اللي حصل بالظبط. بيقول لك ان اداره المصري راحت اتحاد الكره وسالت على احمد عيد واحمد ايمن منصور موقفهم ايه، متأيدين في الزمالك ولا لا. بيقول لك ازاي الزمالك ولا ايدهم ولا حتى سال اسمهم ايه. والله بالنص كده يا جماعه. بيقول لك الزمالك ما يدش اللعيبه بتاعته، راجع من الاعاره على السيستم. حتى يا عم ايدهم وحطهم على قائمه الانتظار يبقوا في ايه، يبقوا معانا. لا بيقول لك ما ايدهمش، وهو راح اصلا مثلا عليه. مصري اتكلم مع احمد عيد قال له يا ابني تيجي ولا ما تجيش. فاحمد عيد كان قاعد مستني لعل حد من الزمالك يجي يتكلمه، ولا امير في مراسي وبيصيف دون، او حتى المستشار يقول لك ما حدش كلمني. الواد قاعد مستني لحد ما خلاص الواد زهق، قال لك خلاص همضي في المصري. واحمد ايمن منصور لقى نفس الحوار، لا ما حدش بيكلمه والاداره مطنشاه وسايبينه كده مع نفسه. قال لك يا باشا الحق مستقبلي، هات يا باشا امضي مع المصري. يعني الصفقتين راحوا ببلاش. شوف الفضيحه اللي احنا فيها. ودلوقتي المستشار ايه حياتك الصفحه بتاعت الشخصيه ايه، احمد مرتضى منصور نجح ان هو يجدد لاسطوره اليد احمد الاحمر. ده كويس، ده كويس. بس انت بنفسك قلت احمد تعبان وسافر المانيا وبيتعالج ومش فاضل الفريق هو امير، وزهقوا من كتر الشتيمه ليهم ومشيوا. ازاي بقى بيجددوا اللعيبه وامير بيخلص في 4 صفقات؟ اتنين دول، واحد بيجدد لاحمد الاحمر وواحد بيخلص في 4 صفقات، والاثنين سايبين نادي الزمالك. ازاي؟ ما اعرفش. ده ما بيحصلش في الزمالك. وحاولت تفهم هتتعب. احنا هنتجنن من المستشار وربنا يا جدعان. اللعيبه بتاعتك اللي راجعين لك، اللي الواد كان بيبوس ايدك، احمد عيد بيبوس ايدك عشان يرجع لك، بيقول لك ما حدش اتحرك معاه ولا حد ساله حتى انت اسمك ايه. شوف احنا وصل بينا مرحله ايه. اللعيبه عماله تقول لنادي الزمالك الواد دخل في مشاكل مع انبي، راح المحكمه وراح مش عارف لجنه الانضباط عشان يجي الزمالك، في اخر بيقول لك الزمالك مطنشني. واحمد ايمن منصور لك برضه الزمالك مطنشني، ومحدش من ساعه ما انا خلصت الاعاره بتاعتي في طلائع الجيش، عشان كان عنده ايه، كان عنده مشاكل جيش والكلام دون، فخلص السنه بتاعته في طلائع الجيش منه بيقضي الخدمه العسكريه بتاعته وخلص. بيقول لك لحد دلوقتي محدش عبرني من اداره الزمالك. فهم عملوا الصح. يعني هم عملوا، الناس خايفه على مستقبلها، لكن احنا ادارتنا بتفكر تفكير من كوكب اخر. ده اللي انا وصلت له. ازاي يا جماعه لعيبه في ايديك تمشي وببلاش؟ كنت خد 3 مليون من انبي وعملت يوم حاجه. يعني كنت مثلا لو انت مش عايز اللعيبه دخلها في قيد الفريق وبيعها، لكن انت سيبهم كده يمشوا خلاص. والله يا جماعه دي كده بقى رسميا في سمسره. يعني كده يا جماعه علنا في حوار داخل في الصفقات. انت بتمشي لعيبه بتجيب لعيبه في شغل بقى سمسره على رسمي كده. كده بقى في شغل سمسره رسمي. انا الفتره اللي فاتت ايه مش عايز اتكلم على السمسره والكلام ده، لكن لا دلوقتي انت اثبتت لي ان في شغل ولعب في الصفقات. بقى مشبوه علنا. انا نفسي افهم الناس كلها في العالم، يعني حتى في السعوديه لسه جايبين نيمار وياسين بونو والناس الحلوه، والاهلي امام عاشور ورضا سليم وبيخلص المهاجم وايه بيظبط الدنيا، والمصري بيجيب احمد عيد واحمد ايمن منصور لعبتنا، وبيراميدز بسم الله ما شاء الله بيراميدز كل يوم صفقه جديده. رضا بوبو مش عارف على مهند لاشين على مين، على المهاجم اللي الزمالك كان بيجري وراه غفلنا فيه. والصفقتين بتوعنا يعني احنا دلوقتي اتغفلنا في 3 ناشئين، 2 لبيراميدز وواحد للمصري، اللي هو احنا بنغير. ممكن مثلا اقول لك ايه احمد ايمن منصور نعديها، لكن احمد عيد الناشئ بتاعنا بقى ماشي على نفس طريق يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر. مش عارف حتى تحافظ على ناشئينك. انت بتطلع اللعيبه تمشيهم وخلاص. يا جماعه ناقص فتوح دلوقتي، نمشي فتوح وزيزو والله ونقفل الفريق اشيك وارحم من اللي بيحصل فينا ده. عندنا اداره مش عارف بتفكر ازاي. نفسي اوصل لدماغها والله ما فاهم. قريت الخبر، والله قريت الخبر بحاول افهم هم بيفكروا ازاي.
طب نيتهم ايه؟ طب انتوا بتفكروا في ايه؟ لا، في صفقات مشبوهه، في حاجات بتحصل سمساره علنا كده. الواحد اتخنق من الاخبار بس، يعني نفسي والله يا جماعه، نفسي نخلص نعدي الفتره دي. والله الواحد بقى يسمع اخبار نادي الزمالك بيكتئب، اللي هو بيتفرج على اخباره بكتئب. يعني الناس كلها بتعمل صفقات الا احنا بنمشي صفقات. مش عارف هم فاهمين ايه؟ فاهمين ان الفريق بيتبني بالعكس ولا ايه؟ اللي هو ماشي ماشي بعد كده نجيب مره واحده. ولا انت مش فاهم انت بتفكر ازاي؟ مش فاهم المستشار وامير واحمد دول بيفكروا ازاي؟ هم كده نفسي افهم بيفكروا ازاي. اللعيبه بتهرب مننا وبتغفلنا وبتطلع تسرح بينا، وامام عاشور ضحك عليك. ده كان ناقص يا جماعه. انا شفت الموقف بتاع امام عاشور ده وهو بيعيط، كنت ايه؟ انا قلت المستشار ايه؟ هيجمع فلوس طياره على حسابه ويصفره. الواد ضحك عليك الدرجه دي ان هو بيعيط؟ فخلاص امشي يا باشا اللي انت عايزه. يا جماعه اللي بيحصل ده المفروض ما يتسكتش عليه. مين المسؤولين؟ المفروض حد مسؤول كبير كده بيراعي ربنا وبيحس بجماهير الزمالك يتدخل يوقف المهزله اللي بتحصل دي. لا، اتنين لعيبه بيمشوا ببلاش وفي الاخر يقول لك ايه؟ انا اصغر مستشار قانوني، انا احسن واحد بفهم في العوده، انا اسس نادي الزمالك، الجمعيه العموميه اللي بتطلع تطبل لك كل يوم في التلفزيون، قناه الضحك اللي احنا بنتفرج عليها اللي ما بتقدمش حاجه الا تطبيل ليك في كل حاجه. انا حاسس المستشار لو دخل النادي يقول لك ايه؟ هو المستشار دخل النادي بوقر، الجمعيه العموميه جت وراه تبوس ايديه. بطلوا كلام عبط، عايزين نركز في الفريق، نشوف التغفيلات اللي احنا بنغفلها. وطالع يقول لك ايه؟ انا كنت ضد الفتوح. والله يا جماعه انا حاسس ان هو يا جماعه حوار فتوح ده بلح برضه، ويروح الاهلي ونتغفل تاني ونقول لا ابن النادي ومش ابن النادي. يا جماعه ارحمونا يا جماعه من اللي بيحصل ده. والله يا جماعه فضيحه فضيحه علنا كده. لعيبه في ايديك بيمشوا ببلاش، مش اكتر من كده، وفي الاخر يقول لك ايه؟ معناش فلوس. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي لاي حد دلوقتي. كنت مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.